السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون يومكم خير. آه حسمها ولاد الجزيرة، حسمها النادي الأهلي، حسم مباراة الذهاب وحسم مباراة العودة أمام بيراميدز. خدوا 3 رايح وخدوا 1 جاي. 6 نقط أفضلية للنادي الأهلي قصاد بيراميدز. خسر بيراميدز 6 نقط والأهلي كسب 6 نقط في الدوري. آه، دلوقتي الترتيب بقى: نادي بيراميدز لعب 29 ماتش عنده 68 نقطة. الأهلي في المركز الثاني لعب 26 ماتش، فرق 3 مباريات لسه ما اتلعبوش للأهلي، ومعاه 66 نقطة، فرق نقطتين. يعني الأهلي لو حصل ال3 مباريات هيبقى فيه فرق 7 نقط للنادي الأهلي. طيب ده بالنسبة للترتيب، وبالنسبة لنتيجة المباراة الأولانية بتاعت الدور الأولاني والدور التاني. خلينا نتكلم أكتر في حيث المباراة التانية كانت معانا النهاردة. مباراة النهاردة كولر نزل المباراة هو نفس التشكيل الماتش الأولاني، تغيير واحد بس هو تغيير طاهر محمد طاهر للإصابة في التسخين قبل المباراة، ونزل مكانه رضا سليم. تمام كده، ده التغيير الوحيد. ولعب أبو علي وحسين الشحات وإيمان ومروان عطية وأكرم توفيق وكريم فؤاد وربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح والشناوي، نفس التشكيلة بتاعت الماتش الأولاني. الماتش الأولاني خلص 3-2 النادي الأهلي. الماتش بتاع النهاردة خلص 1-0. طيب كولر بنفس السيستم بتاعه بيلعب، ماسك نص الملعب. أول 10 دقايق أو ربع ساعة كان ضاغط فريق بيراميدز، كان في فرص مش هنقول خطيرة، بس كان كرة بتتقطع قصاد ال 18 في البيراميدز، لسه ما كانش فيه استغلال كويس من مهاجمين النادي الأهلي، بس كان ماسك الملعب. بالذات بالأخص أول نص ساعة. الجون جه في الدقيقة 28 من الشوط الأولاني بهجمة مثلثات زي ما بيلعب النادي الأهلي. مثلثات يعني إيه؟ كرة اتقطعت من الشيبي على الجنب الشمال، كريم فؤاد كان ضاغط عليه مع رضا سليم مع إمام عاشور. كرة اتلعبت راحت لرضا سليم، رضا سليم بعد ما اتقطعت من كريم فؤاد راحت لرضا سليم، رضا سليم رماها لإمام عاشور، إمام عاشور لعب ثرو باص طويل لأبو علي اللي حطها برجله الشمال بسيطة قوي، راحت على شمال الشناوي. ده الجون بالشكل دوت اللي جه في الدقيقة 28. طيب النقيض الناحية التانية بيراميدز كان بيلعب بنفس التشكيل، بس مع اختلاف ان الشيبي نزل على الجنب اليمين في بداية المباراة مكان كريم حافظ، ومحمد حمدي على الجنب الشمال كان موقوف من الماتش الأولاني، نزل مكانه أحمد توفيق. وبقية اللعيبة هي قلب الدفاع، بس كان بيلعب لعيب تاني في قلب الدفاع مش متذكر اسمه، اللي هو اتصاب في نص الماتش أو اتصاب في الشوط التاني. مرعي قلب الدفاع ده ما كانش بيلعب الماتش الأولاني، لعب الماتش ده. بقية التشكيلة هي طيب مدير فني خاص ببيراميدز ما قراش اللي حصل الماتش الأولاني، اللي هو كان نفس أسلوب لعب كولر. الكورة إن أنت بتبقى ضاغط على الفرقة اللي قدامك، لما بتمسك كورة بتمسك في نص الملعب وبتبتدي تلعب كور طولية في عمق الجناب، إذا كان على رضا سليم أو إذا كان لحسين الشحات. ده اللي كان بيلعب بيه النادي الأهلي. مدير فني بيراميدز ما قراش ده، ما فهمش ده، ساب الكورة برضو. النادي الأهلي ما ضغطش على النادي الأهلي. النادي الأهلي طلع الشوط الأولاني 1-0 في الدقيقة 28 زي ما قلنا. الشوط التاني نزل، توقعنا إن بيراميدز هيبقى ضاغط النادي الأهلي، ده ما حصلش. بيراميدز كان ماسك اول تلت ساعه او اول نص ساعه كوره لحد طرد الشيبي اللي كان في الدقيقه على ما اتذكر الدقيقه حاجه و63 او 65 من الماتش، لحد الوقت من 45 لحد الدقيقه 65 اول تلت ساعه بيراميدز كان ماسك كوره بس، لكن بيروح الجون الاهلي او بيخش ال 18 ده ما شفناهوش خالص. مصطفى فتحي واقف مقفول عليه، كريم فؤاد قافل عليه جدا. الناحيه الثانيه فخر لقاي مفيش خالص. المهاجم بتاع بيراميدز ما بيوصلوش حاجه. نص الملعب بيراميدز عطلان، الثلاث لعيبه اللي في النص مفيش حد فيهم بيلعب سروهات او بيلعب كره في العمق او بيلعب على الجناب، يعني كان استحواذ سلبي. طيب هنيجي للمشهد الخاص بالشيبي.
كوره هجمه مرتده، بس قبل الهجمه المرتده في لعبه كانت فاول في الشوط الاولاني، في نهايه الشوط الاولاني فاول من ناحيه الجنب بتاع الشيبي. تمام كده، خليك ماشي معايا واحده واحده. حسين الشحات جه وكان معاه رضا سليم واقفين على الكوره، والشيبي وهو راجع عمل لقطه مش حلوه، عمل شكل بايده او اهانه بايده لمين مش باين في الكاميرا. وعايز اقول لك ان الكاميرا اللقطه دي ما اتعادتش، هي اتشافت مره واحده وشيبي وهو بيرجع للحيطه. اوكي، هتشوفها دلوقتي، هنزلها لكم وتشوفوها. خلينا بس نعمل علامه استفهام، الحركه دي لمين؟ تمام كده، هيعدي معايا وكمل. زي ما قلنا اللقطه بقى بتاعت الشوط التاني بتاعت الشيبي مع حسين الشحات. كرة هجمه مرتده للنادي الاهلي راحت ناحيه حسين الشحات، حسين الشحات بيجري واتفاجئنا ان الشيبي اللي هو باك يمين جاي باك شمال. انا عايز اقول لك الماتش كله اصلا حسين الشحات بيلعب على الجنب بتاع احمد توفيق، بيلعب يمين. حسين الشحات الماتش كله ما لعبش شمال. حسين الشحات اللي بقى له اخر 3 سنين بيلعب شمال، ما بيلعبش شمال. رضا سليم هو اللي كان بيلعب شمال، يعني بعيد تماما عن الشيبي. تمام، ففي الهجمه المرتده كره استلمها حسين الشحات، اتزحلق عليه الشيبي. حلو كده، حلو كده. طب الشيبي اتزحلق على الكوره؟ لا، اتزحلق على رجله، وبالحته الاخص الحته اللي تحت ركبته. لما اتعادت كذا مره انت عايز تكسر له رجله، انت عايز تكسر له رجله، انت مش داخل على كوره، انت داخل تسبب له عاهه. تمام، كل مصر شافت اللقطه ديت. حسين الشحات وقع، اللعيبه بيراميدز بتجري على حسين الشحات ما تفهمش ليه. وسام ابو علي غطى على حسين الشحات عشان يتفادى اي اصابه او اي خبط او بيحميه. الشيبي مره واحده لقيناه بيجري على الشحات، عايز يروح للشحات برده ما تفهمش ليه، ولاعيبه الاهلي هي اللي بترجعه. انا عايز اقول لك الموقف كله او المشهد كله بتاع الشيبي ده، اللي انقذ الشيبي بعيد عن الطرد هي لعيبه النادي الاهلي، اللي هو خالد عبد الفتاح، رضا سليم، الشناوي، ربيعه كان في النص. اللي انقذ واستخلص الشيبي من الموقف ده هي لعيبه الاهلي. صدقني بقول لك لعيبه الاهلي، يعني الشيبي لو كان راح لحسين الشحات، حسين الشحات ما كانش يعني حسين الشحات مش ملاك. لو كان الشيبي فكر انه يمد ايده حسين الشحات كان هيردها له بدل المره 10. عشان بس تبقى فاهم، حسين الشحات كان في الموقف ده هادي جدا وقاعد ما بيعملش حاجه على ارض الملعب، وكان حميد وسام وكانوا بيبعدوا الشيبي. تمام، فالسؤال هنا انت داخل تسبب له عاهه ليه او تكسره ليه؟ وبعد ما عايز تكسره وعايز تسبب له عاهه انت رايح تجري عليه ليه؟ ايه اللي انت عايز تعمله؟ طب انت الموضوع مر عليه، موضوعك القديم بينك وبين حسين الشحات مر عليه سنه وطلع حكم محكمه وانت لجأت للمحاكم، انت حر، دي حاجه تخصك. كل واحد ما دام انت في اطار قانوني او اطار طبيعي حقك تجيب حقك بالشكل اللي انت عايزه. الراجل اعتذر لك مره واتنين وانت ما تقبلتش الاعتذار مع انك كنت متقبله، ورغم كده عديت الموضوع وما تقبلتوش ولجأت للمحاكم، حقك مفيش مشكله. وطلع حكم على حسين الشحات للسجن مع وقف التنفيذ. تمام. طب انت يعني المفروض الموضوع خلص وكان في ماتش اولاني انت نزلت فيه في الشوط التاني ولعبت والموضوع المفروض خلصان، انت ليه بتعمل كده؟ انت حاسس ان انت لسه من جواك محروق؟ ده قصه تانية. اللي انت بتعمله ده ما فيهوش كوره. انت اتكشفت قصاد مصر كلها والناس اللي بتتابع كوره وبتتفرج على كوره، انت اتكشفت. والناس اللي كانت متعاطفه معاك هتتعاطف معاك على ايه؟ انت واحد عايز تنهي له مسيرته في الكوره. ليه عايز تنهي له في مسيرته؟ عشان كلك بالقلم؟ عشان انت قليل ادب، انت لاعب قليل ادب. صدقني انت ما فيش لعيب كوره محترم بيعمل اللي انت بتعمله ده. انت لاعب مش محترم حقيقي. فده الموقف وده المشهد اللي ظهر لنا كلنا، وعلى ما اظن هو اتكشف قصاد ناس كتير كانت متعاطفه معاه، واخد طرد وطلع بره المباراه كملت. خلصنا المشهد دوت، المباراه كملت عادي خالص. برضو بيراميدز ماسك كوره بس استحواذ سلبي، وبعد كده جه الطرد بتاع خالد عبد الفتاح في الدقيقه كانت حوالي 86 او 87.
الحكم حسب 9 دقايق، و9 دقايق استمروا حوالي 11 دقيقه. جت فرصه للنادي الاهلي، كهربا قفشه لعب له كوره حلوه قوي، لكن كهربا ما كانش جسمه معدول، حطها فوق العرض. اجمالا المباراه خلصت 1-0. ايه المشاهد اللي شفناها او ايه المضمون المباراه؟ احنا كنا قلنا في الفيديو السابق ان بالمواقف اللي عملوها بيراميدز الخاصه بالجمهور وزياده اسعار التذاكر، والموقف اللي كان من قبليها ان الشيبي عفوا ان ابراهيم عادل اللاعب الخاص بالمنتخب الاولمبي، قصه انه يجي يلعب الماتش او ما يلعبش الماتش، القصص دي والحوارات دي، كل دي بتدل ان بيراميدز خايفين من النادي الاهلي. دي حقيقه، ده واقع. بيراميدز اللي اتنشأ واللي اتعمل عشان يرعب النادي الاهلي وياخد مكان ويستحوذ مكان النادي الاهلي، ده مش حقيقي. انت صورتك خلاص اتكسرت، واجهتك، البعبع اللي كان بيخوف الاهلي. انا عايز اقول لك جت على بيراميدز اوقات ان الجمهور شايف ان بيراميدز يقدر يكسب الاهلي اكتر من الزمالك ما يكسب الاهلي. هما القطبين الاهلي والزمالك. الجمهور كان شايف في بعض الاوقات ان بيراميدز اقوى او الاهلي يخاف منه اكتر ما يخاف من الزمالك. الصوره دي اتكسرت تماما. انت الاهلي لاول مره في 10 ايام بيكسب بيراميدز في ماتشين ورا بعض. الصوره اللي انتوا كنتوا مصدرينها واللي انتوا بتوهموا بيها الجمهور دي ما بقتش موجوده. تخبط اداري مع ما فيش تفكير اداري منطقي. بيراميدز صورته بانت، هي فرقه كانت جايه عشان تستحوذ او تخش مكان النادي الاهلي، تاخد منه لعيبه، تاخد منه مسؤولين اداريين، مسؤولين فنيين، ايا كان المضمون. خلاص الصوره دي اتكسرت تماما. حتى الجمهور، شفنا النهارده الجمهور اللي هم كانوا جايبينه. انا عايز اقول لكم الجمهور اكيد كلكم شفتوا الفيديو ده، الجمهور في الدقيقه 70 او الدقيقه 75 كان بيشجع الاهلي. يعني حتى الجمهور اللي انتوا جايبين ان انتوا اصلا مالكوش جمهور كان بيشجع النادي الاهلي. فدي يعني حتى دي مشكله كبيره. حتى يعني الاداريين ما عرفوش يعملوا حاجه، وده ظاهر في فيديوهات كتير انتشرت على السوشيال ميديا. ف يعني دي كانت تجربه. احنا بنشجع التجارب الكويسه، الاستثمارات الموجوده اللي تيجي في البلد اللي هي تفيد البلد، تفيد انديتها. لو في نادي استثماري هيتعمل مفيش مشكله، يفيد البلد اكيد، بيدخل له فلوس، يدخل استثمار، والمستثمر ده كمان بيستفيد. لكن انت ما تخشش تشوط في نادي تاريخي زي النادي الاهلي او زي نادي الزمالك. مش بتاعتك، دي مش بتاعتك. حقك انك تنافس على البطولات، حقك انك تنافس على المكسب، لكن مش حقك اللي انت تخبط في بيئه الانديه التاريخيه الموجوده. ومش الاهلي والزمالك بس، والاتحاد السكندري والاسماعيلي والمصري. مش بتاعتك، ده مش من حقك، واحنا مش هنسمح لك بده، عشان بس تبقى انت فاهم. انا قلت من اول اللقطه اللي اتعملت بتاعت موضوع الجمهور، بيراميدز خسر الماتش، وقد كان بيراميدز خرج خلاص من القصه بتاعت الدوري. الدوري لسه على الورق موجود، لكن اكلينيكيا هو خسر الدوري. الاهلي بنقول له مبروك، بنقول هارد لك لفريق بيراميدز، فريق الجهاز الفني واللعيبه. في اخطاء طبعا في الجهاز الفني. الجهاز الفني المدير الفني قعد معاهم 14 ماتش، اول 14 ماتش كانوا كسبوهم، كان مستوى تاني خالص ظاهر. لكن الراجل دوت تحت المباريات وضغط المباريات كبيره ما بيعرفش يشتغل. شفنا مدى عصبيته في المباراتين كان عامل ازاي. اجمالا النادي الاهلي انا شايف انه بنسبه 99% خد الدوري. عنده ماتشات صعبه لسه، عنده المصري، عنده مودرن سبورت، عنده سيراميكا كليوباترا، عنده زد، عنده المقاولين العرب بينافس على الهبوط. بس انا شايف ان النادي الاهلي في ضغط المباريات، الكم الضغط ده والتبديلات اللي هو بيعملها وبيكسب المباريات وهو عارف هو عاوز ايه بيوصل للي هو عاوزه. لا سهل جدا ان انت تقدر تعدي المباريات اللي جايه دي وتكسب. فدي كانت الاخبار اللي معانا. ان شاء الله المنتخب الاولمبي هيبتدي بيتكلم في خلال يومين ان شاء الله هيلعب اول مباراه ليه. هيبقى فيه فيديوهات عنه، هنبقى ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه في فيديو ان شاء الله ما بين الاهلي والمصري والزمالك وبيراميدز الماتش الجاي. السلام عليكم.